السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني بكل تفاصيله، من اول العجينه ازاي تطلع معانا عجينه مظبوطه سواء شكل وقوام وطبعا طعم، وكمان ازاي نكتر في كميه الحشوه من غير ما نأثر على طعمها وتطلع معانا النتيجه احلى حواوشي اسكندراني ممكن تجربوه. تابعوا الفيديو للاخر، ان شاء الله فيديو يعجبكم ويكون مفيد بالنسبه لكم. ويلا نشوف وصفتنا النهارده هنعملها ازاي. اول حاجه في المقادير معايا 800 جرام من الدقيق الابيض المنخول طبعا، و400 جرام من الدقيق الاسمر، يعني الكميه كلها حوالي كيلو وربع من الدقيق. ممكن ان احنا نستخدمهم كلهم دقيق ابيض، بس الدقيق الاسمر بيدي طعم حلو قوي للحواوشي، فهنا انا ضفته بنسبه تلت لتلتين، يعني تلت دقيق اسمر وتلتين دقيق ابيض. ضفت عليهم معلقتين كبار ممسوحين من الخميره ومعلقه كبيره من السكر، وهبدأ ان انا اقلبهم مع بعض واضيف عليهم المية كده كوباية كوباية. ضفت اول كوباية وقلبتها، وهضيف التانية وبقلبهم، وبعدين بضيف بقى معلقة صغيرة من الملح في مرحلة متأخرة عشان ما توقفليش مفعول الخميرة. هبدأ ان انا اعجن بايدي واضيف الكوباية التالتة. هقولكوا كمية المية اللي انا استخدمتها بالظبط بعد ما اخلص عجن، وطبعا كمية المية بتختلف من نوع دقيق للتاني، يعني لو استخدمت دقيق ابيض بس كمية المية هتختلف تماما، وكمان بتختلف على حسب نوع الدقيق الاسمر، لان الدقيق الاسمر من انواع الدقيق اللي بيشرب مية كتير، فسواء بقى جايبينه من عند العطار او معلب بتفرق جدا في كمية المية. انا هنا استخدمت حوالي 3 كوبايات وتلت من المية، وزي ما قلت لكم اهم حاجه ان احنا نضيف الميه شويه بشويه لحد ما نحس ان العجينه اتلمت معانا وما بتشبطش او بتشبط خفيف كده. هبدا بقى انزل بيها على مفرش السيليكون، بلمها بس كده وببدا ان انا افردها. وفي المرحله دي هضيف عليها ربع كوبايه من الزيت عشان تنعملي العجينه وتتلم معايا بسهوله، فبضيفه اخر حاجه. هبدأ بقى هنا ان انا ادخل الزيت في العجين واعجنها كويس جدا لمدة 10 دقايق ربع ساعة لحد ما احس ان العجينة بقت خفيفة معايا كده وناعمة، واوصل لشكل مرضي في الاخر عشان تديني نتيجة كويسة. فاخد وقتي تماما في العجن ده، اعجنها بقوة زي ما قلت لكم لحد ما اوصل لنتيجة مرضية. كده خلاص العجينة بتاعتي عجنتها وبقت معايا تمام جدا. هرجعها بقى البولة تاني واغطيها بالبلاستيك راب واسيبها تخمر لمدة ساعة ساعة وربع على حسب درجة حرارة الجو لحد ما احس ان العجينة تضاعفت معايا. في الوقت ده هحضر الحشوة بتاعتي. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هضيف عليها بعض الخضار بقى على حسب الرغبة. اول حاجة معايا بصلاية متوسطة مبشورة، وكمان طماطمايه متوسطة مبشورة، وخضار بقدونس وكزبرة وشبت مقطعاهم رفيع خالص. ومعايا كمان هنا بطاطستين صغيرين مسلوقين برضو بشرتهم، وكمان معايا قرن فلفل حامي مبشور، ومعلقتين كبار من الدهون مبشورين. حابين تضيفوا ليا زي ما تفضلوا، اهم حاجة ما نبالغش في الاضافات عشان ما فيش طعم مكون معين يطغو على طعم الحشوة، او ان انا ازود دهون فالحشوة تتفتت مني وما تبقاش متجانسة. اهم حاجة نراعي التنسيق في اضافة الاضافات بتاعتنا او الخضار بتاعنا. معايا كمان خلطة التوابل من كنور، خلطة الحواوشي، ومعايا ملح وفلفل اسمر وبابريكا وزعتر. هنا ما ضفتش ملح كتير لان خلطة التوابل بيبقى عليها ملح، فنخلي بالنا ما نضيفش كمية الملح المفروض تضاف كلها. بحط كده يا دوبك معلقة صغيرة خالص. ضفت كل الخضار مع اللحمة مع التوابل وهعجنهم كويس جدا لحد ما احس ان الخليط تجانس معايا وبقى كده يعني اللحمة تتسمغ. بلاقي فيها خيوط كده بدأت تطلع من العجن ودمج المكونات. زي ما انتم شايفين الخليط متجانس مش فاكك من بعضه. هدخله بقى التلاجة لحد ما اجهز باقي الحشوة والعجين. هنا بقى هحضر حشوة الصدوق. معايا ربع كيلو من الصدوق، برضو ضفت عليه بصل وطماطم وخضار وفلفل حامي وتوابل. ما ببالغش قوي بقى في التوابل في الصدوق عشان هو اصلا بيبقى مضاف عليه توابل كتير. هبدأ برضو ان انا ادمجه مع بعض على قد ما اقدر، وبرضو هدخله التلاجة لحد ما اجهز باقي العجين بتاعي.
هنا عندي العجينة زي ما انتم شايفين خمرت ازاي، وشايفين المسام بتاعتها واسعة. هنا كان المفروض بقى امسحها مسحة بالزيت قبل ما احط بلاستيك راب عليها عشان ما يلزقش فيها. بفضيها كده من الهواء بس بالراحة، يعني مش بفضيها بقوة او ان انا بعجنها جامد، لا انا بس بخرج الهواء وبلمها بالشكل ده كده على المفرش السيليكون عشان ابدأ ان انا اقطعها. هنا بدهنها دهنة زيت خفيفة عشان تتقطع معايا من غير ما تلزق في ايدي. هبدأ بقى اقسمها على حسب عدد الارغفة اللي انا عايزاها وكمان الحجم، يعني انا هنا هقطعها على 20 رغيف. هتشوفوا الحجم اللي هيبقى معانا، لو حابينه اكبر هتقسموها على عدد اقل. هحاول بقى كده ان انا اوازن الاحجام تبقى قد بعض، وببقى دهنه برضو الصينية بتاعتي بالزيت عشان ما يلزقش العجين معايا، وبرش برضو عليها كده رشة زيت، بمسحها من على الوش بالزيت بالشكل ده كده، وبغطيها واسيبها تخمر مرة تانية لحد ما حجمها يتضاعف. في الوقت ده بقى هطلع اللحمة بتاعتي من التلاجة وابدأ ان انا اقسمها. زي ما انتم شايفين الخيوط بتاعت اللحمة والتسميغة بتاعتها حلوة جدا، وهبدأ بقى ان انا اكورها كده على حسب حجم قطع العجين بتاعي، يعني هي بقى نسبة وتناسب، كل واحد يعني على حسب ما يفضل حجم العيش وحجم الحشو، دي بتبقى حاجة ترجع لكم. هنا بقى العجين خمر معايا، هبدأ بقى ان انا اجهزه. هجيب كل قطعة وافردها على شكل دائري بالشكل ده كده بايدي، وهحط في كل قطعة عجين قطعة من الحشو. هنا حشوة اللحمة عملت معايا 10 قطع، والصدق عمل معايا 7، كده هيتبقى عندي 3 ارغفة. هقول لكم هنحشيهم بايه، برضو هنعمل حشوة حلوة جدا. يا رب تجربوا كل الحشوات. هنا بقى خلاص جهزنا الكمية بتاعتنا. هبدأ بقى ان انا اقفلهم، هلم العجين كده من حوالين الحشو، دي اسهل طريقة لحشو الحواوشي. بلفهم كده شبه السرة بالظبط، واتمم عليهم كويس جدا عشان ما تبقاش القفلة مش محكمة، فتسرب لي بقى دهون او السوائل بتاعة الخضار اللي في الحشو يخلي الحواوشي بتاعي يلزق في الصاج اللي بسوي فيه. زي ما انتم شايفين كده بقفلها كويس قوي من تحت، وبجمعها كده واسيبها على جنب. هنا جبت الصاج بقى مدهون بزيت، وبكون مشغله الفرن في المرحله دي، وحاطه بقى اللي بحشوه اللحمه على جنب واللي بحشوه الصدوق على جنب، وكمان هميزهم في الشكل وانا بفردهم عشان ما تلخبطش واحنا بقى بنقدمهم، ونعرف ان احنا بناكل ايه بالظبط، لحم ولا صدوق. هنا بقى فردت العيش بتاعي بالراحه خالص، بفرده بسمك معقول عشان يبقى رفيع معايا، وفي نفس الوقت ما يتقطعش معايا، يعني احس كده خلاص ان هو اتفرد والعجين جاب اخره ومش هيقدر يتفرد اكتر من كده، خلاص بستكفي. زي ما انتم شايفين حجم العيش قد ايه. لو حابينه اكبر طبعا بتقللوا عدد قطع العجين وبتزودوا في حجم الحشو. هنا كان ممكن اخرمه بس انا حبيته ان هو ينتفخ. هوريكم برضو الشكل المنتفخ والشكل اللي بيتخرم بالشوكة. دهنت كده دهنة من الزيت خفيفة على الوش، وهدخله الفرن على رف منخفض ياخد لون من تحت. هطلعه بقى على رف مرتفع تحت الشواية، او لو بكون مشغلة مروحة الفرن، لو حد عنده مروحة في الفرن بتبقى بديل الشواية، بطلعه على رف مرتفع وادخل الصاج التاني من تحت. هنا بقى اللي بحشوة الصدق زي ما انتم شايفين كده عملت له اطار بالشوكة، خرمته برضو من النص. اهم حاجة بقى اثناء التسوية برشه بالمية حوالي 3 أو 4 مرات، وده اللي بيخلي الحواوشي يبقى وشه طري معايا، ووشه ما يتحرقش ولا ياخد لون ولا ينشف مني. هنا بقى دي الحشوة اللي قلتلكوا عليها، عبارة عن بسطرمة وجبنة قريش وفلفل حامي وزيتون. هنا حطيت الحشوة في نص قطعة العجين، وقفلت عليها كده نص رغيف برضه عشان اوريكم كل الاشكال. طبعا كان العيش ساعتها في الفرن، فانا هنا بشتغل بسرعة جدا، تقدروا بقى ان انتوا تعملوها بشكل افضل مني كمان. هحطها بقى في الصينية بتاعتي، وبرضو هخرمها كده من النص وادهنها بالزيت. زي ما قلت لكم اهم حاجة اثناء التسوية، سواء بقى ببخاخ خاص بالمخبوزات، هرش الحواوشي كده
3 أو 4 مرات. كل ما احس ان الوش سخن معايا قوي وممكن ينشف هرش عليه ميه، او بايدي باطراف ايديا كده هقوم جايه رشه عليه رشه من الميه. وكمان بعد ما يطلع برش رشه خفيفه وبفرده وبغطيه بفوطه عشان يفضل طري معايا. زي ما انتم شايفين العيش طالع طري ازاي، ووريتكم العيش المنتفخ والعيش اللي انا مخرماه. زي بقى ما تفضلوا، اللي بيحبوا كده بيحبوا كده، زي ما تحبوا تقدروا تعملوه بالطريقه اللي تريحكم. ده كده بعد ما خلاص خلصت تسوية. طبعا دي مش الكمية كلها، زي ما انتم شايفين قد ايه هو طري لاخر وقت. زي ما قلت لكم التركه بقى في رشه الميه، ودي اللي بيعملوها محلات الحواوشي. دايما بشوفهم وهم بيسووا الحواوشي لازم بيرشوه بميه اثناء التسويه وبعد ما يطلع. هفتحه لكم برده من جوه. شايفين بقى الدقيق الاسمر، يعني عايزه اقول لكم كمان غير ان هو بيبقى طعمه حلو، هو مغذي. والناس اللي عامله دايت هيبقى مش هتقدروا تاكلوا كتير من الحواوشي لانه بيشبع بسرعه جدا. زي ما انتم شايفين الحشوه متماسكه ومرتفعه، والعجينه قد ايه هي سمكها رفيع خالص، لا اتقطعت مني ولا كانت مرتفعه، يعني عجينه مظبوطه جدا. دي بقى الحواوشي السوفت. زي ما انتم شايفين الحشوة مالية الرغيف من جوه، والعجينة رفيعة خالص، وطعمه بجد رائع. لازم تجربوه، وتجربوه بدقيق الاسمر، وتجربوا كل التركات اللي عملناها والحشوات. بجد يعني وصفة رائعة. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم. زي ما انتم شايفين الحشوة جوه عاملة ازاي. بنقدمها بقى مع طحينة ومخلل، بتبقى حاجة كده تحفة. اتمنى انتوا تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل اشعارات فيديوهاتي الجديدة. وبألف هنا عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.